كانت الملكة تي واحدة من أعظم نساء مصر القديمة، وزوجة الفرعون القوي أمنحتب الثالث، ووالدة الفرعون المعروف إخناتون. ولدت في أسرة غير ملكية، لكن علمها وحكمتها وشخصيتها القوية جعلت منها امرأة تحكم القلوب والعقول. لم تكن تي مجرد زوجة للملك، بل كانت شريكته في الحكم. كانت تستشار في شؤون الدولة، وترسل لها الرسائل من ملوك وأمراء الممالك المجاورة، تقديراً لمكانتها وعقلها الراجح. كان لها مجلسها الخاص، وآراؤها تؤثر في قرارات كبرى في السياسة والإدارة. كان قصرها يعج بالعلماء والكتاب، وكانت مهتمة بالزراعة وبتنظيم شؤون المعابد، وساهمت في بناء المعالم العظيمة بجانب زوجها الملك. كانت تدعو إلى العدل وحماية الفقراء، وحرصت على أن يكون ابنها أخناتون حاكماً متعلماً. ورغم أن ابنها اتخذ نهجاً دينياً مثيراً للجدل، يعتقد أن تي كانت تحاول دائماً تهدئة الأوضاع وتحفظ استقرار البلاد حتى بعد وفاة زوجها. بقيت تي رمزاً للحكمة وحفظ اسمها في النقوش، كدليل على دور المرأة في قيادة الدولة بكل قوة واتزان.